صباح الخير. اهلا ازيك يا وسهلا. عم علي، عامل ايه؟ احنا بنعيد من اول وجديد. اه معلش مش مشكله. ازيك يا عم علي، عامل ايه؟ الحمد كل لله. سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. انا دكتوره حبيبه، يا ما وانا وزميلي دكتور اياد فكرنا ان احنا عايزين يعني نحط الضوء، عشان احنا مؤمنين ان الموظفين والناس هم حجر الاساس، سواء في المستشفى او في الكليه. فعشان كده حبينا نعرف قصه كل موظف، لان احنا عارفين ان كل واحد جوانا يعني جواه قصه، فعايزين نعرفها. فتحب تدخل معانا اللقاء ده؟ خش امور حضرتك. عرفنا لقاء بنفسك. جميل جدا واتمنى ان يعني كل واحد يقول رايه بصراحه. احنا عايزين حضرتك بمنتهى يعني العفويه وجواك زي ما بتتعامل مع كل الطلبه. اموريني يعني بدل ما انا اتكلم على طول كده، قولي لي انا شطره هسأل شطره حضرتك اقول لك عليها. انا هسأل حضرتك اول حاجه ان حضرتك تعرفنا بنفسك. انا اسمي علي ابو العينين محمد، عندي 66 سنه، اشتغلت في الكليه وانا عندي 16 سنه. يا الله يا عم علي، ازاي بقى؟ احكي لي. اشتغلت انا عندي 16 سنه. بدايه اي يعني كنت مثلا هو نفس الشغل اللي بتعمله كل مره؟ لا طبعا اتطورت في الشغل. ما انا مع السلامه يا استاذه، في رعايه الله يا فندم كده. يعني دي مثلا دكتوره بنسلم عليها وهي ماشيه، علشان هي متربيه معانا، فايه يقول لك ادعي لي يا عم علي، ادعي لي يا عم علي، يا عم علي انا معاك هنا وانا سنه اولى طب. ربنا يحميك يا عم علي. ولا انت طب على. ممكن تقول للناس مثلا حضرتك وظيفتك ايه بسرعه كده؟ طبعا انا هنا ماسك مدرجات. ايه الحاجه اللي بتشجع حضرتك انك تيجي كل يوم الشغل؟ بحب شغلي. والطلبه؟ الطلبة هم زهرة الكلية، خلي بالك، هم الزهرة الجميلة اللي بتزين الكلية. خلي بالك، كلية من غير طلبة بتبقى شكلها. طبعا أنا عايش كده حوالي 51 سنة في الكلية، عارف شكل الكلية وهي من غير طلبة محزن مؤسف. يعني أتمنى إن الكلية تشتغل على طول. واحنا اللي نتعب يعني نتعب يا عم علي. أتمنى تشتغل على طول والله، وأتمنى تشتغل ليل ونهار. طب فاكر كده طول ما شاء الله ال50 سنة اللي حضرتك اشتغلتهم، يعني تقدر تفتكر مثلا في موقف أثر فيك جامد؟ انا اصلا عشان بحب شغلي وراضي بشغلي وسعيد جدا وبحب الناس، فبتلاقي ما عنديش حاجه وحشه، ما عنديش مواقف ما- مؤثره. المواقف المؤثره مؤثرة تكون حلوة حتى. مؤثره. حد يقول لي دعوتك استجابت، اعيط. جميل جدا. بس تحس ان خلاص. طب مواقف مع الطلبة، عارف مواقف مع الطلبة؟ انسان لا شيء كده يعني. ربنا يبارك في صحتك يا عم علي. ده المواقف المؤثره معايا قوي 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 قوي. كتير ان حد يقول لحضرتك ادعي لي دعوتك استجابت، دعيت لي نجحت وانا لا شيء، لا حول لي ولا قوه، اقول له يا رب اكبر خاطر فيهم. ربنا يبارك لك يا عم علي. بقولها له كده زي ما انت شفتيني كده، خلاص يكبر براحتك. خاطر فيهم، ربنا يكبر. هم ولادي. طب يا ام علي، في حاجه تقريبا كلنا تقريبا من ان حتى لو ما شفناش بعض احنا الطلبه، بس كلها تقريبا اي حد بيشوف حضرتك يعني بيدي الانطباع ده، انها دايما بنشوف حضرتك سعيد وراضي. يعني ممكن احنا دكاتره وساعات بنبقى متأففين من الكليه ومتأففين من الحياه ومن الشغل وكده. فانت ازاي وصلت للنقطه الحمد لله انت راضي وسعيد حتى وبتأثر علينا بقى، اللي هو بحسك بتأثر على كل واحد داخل المبنى؟ الرضا شعبة من شعب الإيمان. الرضا إيه؟ شعبة من شعبة شعب من شعب الإيمان. وفي حديث قدسي ربنا قال لم ترضى بقضائي فاخرج من تحت سمائي. فالإنسان لابد يكون راضي على اقتناع بيقين بين الله وبالله. يكون راضي على إيه؟ هي السعادة كلها في إنك ترضي. ربنا يبارك لك. السعادة كلها ترضي بشغلك، ترضي بالرئيس بتاعك، ترضي بالمدير بتاعك، ما تعترضيش. انا ليا شغلي، ليا اقول حاضر ونعم. النصيحة اللي انصحها للناس ما تعترضش على حد. تعترض ليه؟ هتنطرد ليه؟ لانك انت كتبت عقد ووافقت على هذا العمل، ما تجيش تعترض. اذا اعترضت على رئيسك يبقى انت ما بتحبوش، يبقى ما بتحبش الشغل. اذا اعترضت على المدير بتاعك يبقى انت ما بتحبوش. حتى لو في موقف انت ليك شغلك، بس ليك ادارتك في شغلك، فاهماني؟ طب عامة دي المعنى اللي توصل الواحد للرضا. للرضا. ان انت تحب شغلك. لان كل ده بوصل ايه؟ بوصل ان الناس تحب شغلها من اول صغير لكبير. وما ننتقدش بعض بقى في، لان شغله الناس انتقاد. انا عمري ما انتقدت حد، فضل من الله، ولا عمري بصيت لحد، ربنا يبارك. ولا هبص. الحمد لله. الدكتور علاء لما كان بيعلم انا كنت بقف انا كعامل اتعلم منه، لانه ما كانش بيعلم جزء، كان يعلم بالعملي، وجزء كان بيعلمه بالنظري، اللي هو الحكاوي بقى وبتاع ومش عارف ايه.
طب ايه الجزء العملي اللي انا كنت بتعلمه منه؟ كان لما يشوف عقب سجاره على الارض او ورقه، سعاده الباشا سامي باشا في رعايه الله بيه، كان لما يقوم استاذ جراحه عامه، لما يقوم يلاقي حاجه كده في الارض والطلبه واقفه، يروح موطي شايلها. اقول له يا باشا اجري على ايده واوطي عليها بوسها. يقول لي لا عيب يا علي، عيب ما تبص ايدي. اقول له يا باشا احنا معلش، ده كرم كبير قوي لينا احنا، ده اسكت عشان الناس تتعلم، عشان الطالب يتعلم ويساعد نفسه بنفسه. وكان يخش الامتحان يعمل ايه؟ والله على ما اقوله شهيد وانا صايم، ولا هي مجامله ليه، هو في التراب دلوقتي وانا في دار في الفتن وهو في دار الحق. يخش الامتحان يجيب لكل عيل شوكولاته بتاع كده كيكايه. سعد الباشا منور الدنيا. شكرا جدا يا عم علي في اللقاء. فانا اللي اشكرك جدا جدا شكرا على جدا، اللقاء الجميل. واسفين لو كنا ازعجنا حضرتك باي لا حاجه. بالعكس، ده انا مش مزعوج، ده انا فرحان جدا جدا، واحنا وفرحان اللي انا قلت رايي، ان نفسي ومنى عيني، نفسي ومنى عيني ومنى عيني ان الكليه اللي فيها اولادي، وانا من غيرهم ما اسويش حاجه. ربنا يخليك يا عم علي. واتمنى زهره الكليه اللي هي الطلبه، يعني ما نسخدش فيهم وهم داخلين الامتحان، وكده يعني هم اولادنا وعلى دماغنا من فوق. ربنا وانا يبارك اسف فيك. ان انا بقول الراي ده، لا يا واتمنى عم، ان انت تحذفيه احسن. لا هنحط يا عم علي. بدل ما حد ربنا. يطلع يعني. لا يا عم علي ولا دايما. واخدها لك؟ وكده خلصنا اول قصه من قصص الدمرداش، دي مش قصه، ده ذره من قصه. ذره من قصه زي ما عم علي بيقول. آه. والى اللقاء مع حكايه جديده.